وبدأت أفيونا تاخد شكلها الأخير والجميل. لم تنتهي بعد، ولكن بنحاول نقرب من الشكل اللي احنا عايزينه. ادي شكل الاكزوست اهو، هنحطه على البايك وبعد كده هكلمكم على التخانه وعلى تفاصيل هذا الاكزوست بالفيش تيل اند مع السي سي بار اللي قلنا عليه هيمسك في الرير فندر. ركبنا الفيش تيل اكزوست زي ما انتم شايفين اهو. عملنا الانر بايب والاوتر بايب زودناها 2.25 انش، خليناها 2.25 انش علشان الفلو بتاع الاكزوست بتاع الهواء يكون سموث ويساعد الانجن ان هو يدي الماكسيمم باور بتاعه. زي ما انتم شايفين الشكل بقى فيري ريترو اهو. الرير فندر اتركب مع البراكت اللي بيربطه بالسي سي بار. السي سي بار اللي احنا قلنا عليه حوالي 70 سنتي. السيت اهو اتعمل خلاص فاينل، ركب وركبنا له الباك ريست. الباك ريست دوت هقدر اشيله واحطه، هيبقى ريموفابل من هنا، لازم افك الصامولتين دولت ويتشال. ولسه ما غيرناش التريبل تريز، هنركب النهارده التريبل تريز الجديده وهنركب الويل الاماميه وهنبتدي ناخد بقى كل الايتمز اللي احنا عملناها دي كاستمايزيشن، من اول الاكزوست للرير للسي سي بار للهاندل بار للهاند كنترولز، كله هيتاخد على الراجل بتاع الكرومينج عشان يتعمل له فول كرومينج عشان البايك يبقى مكتمل. وهنعمل كاستمايزيشن للسيت، هنظبطه بحيث ان هو يكون كومفورتبل. وادي السيت اهو جاهز. طبعا الباك ريست ده هيتشال، بيتفك يعني ريموفابل. وده السيت الاساسي ريترو ستايل بالباتنز. ومنتظرين التانك بيتعمل عليه الرسم زي ما قلنا، احنا بنرسم عليه الديكال، فانا منتظر الرسم يخلص وهوبفلي البايك يكون كله كامل خلال اسبوع من النهارده. فانا يعني انتوا مش هتحسوا بالوقت، لكن انا هحط لكم الفيديوهات وهجمع كل الفيديوهات في وان فيديو بحيث تقدروا تتفرجوا على الترانسفورميشن بالكامل از ات هابنز. بس ادي منظر البايك بصراحه بدأ شكلها يبان وبقى عاجبني جدا. يعني كل ما الواحد بيشوفها وهي بتتطور بيرتبط بيها اكتر. الكيك ستاند طبعا بعد ما زودنا الريك وزودنا اللينث بتاع الفورك، الكيك ستاند الاصلي طبعا مش نافع، فهنزوده حوالي 5 سنتي يعني تقريبا كده 2. ومع الوقت بدأت تبان معالم البايك اكتر واكتر. عملنا كرومينج للسي سي بار واتحط عليها السيجنتشر، دي هدية منه هو عملها لي. وركبنا التو سيجنال لايتس اللي هم البولت، صغيرين جدا بس طبعا LED اضاءته عاليه قوي. عملنا بينتنج دهنا الرير فندر، وزي ما انتم شايفين الماونت ده بيربط السي سي بار بشكل جامد جدا بالفندر. بس طبعا الفندر ده ما يتحملش حد يقعد عليه، لان خلاص احنا قطعنا الرير اكستنشن زي ما قلنا بتاع الفريم، وبالتالي ده ماكسيمم ياخد بس لاجج، ما ياخدش حاجه اكتر من كده. بس ادي منظر البايك اهي. بعض الحاجات رجعت من الكرومينج زي الفورك اتعمل لها كرومينج وركبنا عليها ال 21 انش ويل. اللي فوق ده مش الهاندل بار بتاعي، ده بس كده متركب عشان يظبط الفورك مع الهاندل بار، انما الهاندل بار اللي هو التي بار لسه بيتعمل له كرومينج ومنتظرينه. وادي التي سي براذرز اير كلينر المينيماليستيك، شكله بصراحه جميل جدا. هلو. وده مكان الريلوكيشن كيت بتاعه الاودوميتر، هيبقى راكب على الجنب كده، هيبقى واضح جدا. انا كنت عايز اركبه هنا جنب الانجن او عند الكويل، بس كان هيخليني وانا بسوق لازم انزل راسي لتحت عشان ابص عليه، انما كده مش محتاج انزل راسي، يعني وانت باصص لقدام تلمح بعينك تشوف الاودوميتر. اي ثينك ان ده امن على الطريق يعني. بس هي رحله، يعني رحله صناعه التشوبر دوت، بالرغم ان ده بايك حديث يعني 2017، وانا شايف ان مستقبل التشوبرز هيكون في البرفورمانس شوبرز، ده النكست جنريشن يعني. فاي ثينك انا ماشي مع البدايه ديت.
Can I get some coffee, please? One shot of coffee. Black coffee, please. You know the best thing about Vietnam I love most is coffee very early morning. This is my favorite time. The best thing, early morning. Now I know why the Vietnamese have a lot of energy in the morning because of the coffee. اعجابك او حبك بالبايك بتاعك ايا كان البراند بتاعه هارلي ديفيدسون او غيره بيبتدي من اول ما تشتري البايك. ولكن ممكن طبعا تكون انت معجب بالاداء، معجب بالشكل، معجب بالبراند، معجب بالكالتشر، باللايف ستايل اللي حواليه، بالكوميونتي، ولكن علاقتك الحقيقيه بتبتدي اول ما تبتدي تبني ذكريات من خلال البايك دوت. من الرحلات اللي انت بتعملها، من الادفنتشرز، من الناس اللي انت بتقابلها على الطريق وانت راكب البايك. هي دي الذكريات الحقيقيه اللي بتتبنى على البايك وبتخليك تعشقه وبتخليك تحبه، ولذلك في ناس البايك بالنسبه لها جزء اساسي من حياتها. في الحاله بتاعتي ديت انا وصلت بقول يعني ان دي المرحله الثانيه او النكست ليفل، انك انت تبني بايك بايدك فروم سكراتش. علاقتك بالبايك بتبتدي قبل ما توصل للشكل اللي انت عايزه، عامله زي فتره الحمل كده، الام بتحب ابنها من قبل او بنتها من قبل ما تيجي. وده اللي حصل في هذه الحالة. أنا قعدت أبني في البايك ده تقريبا 4 شهور. اللي أخد وقت شوية إن أنا كنت بخلي ثانج أو الميكانيكي بتاعي يعني إن هو يشتغل بس أثناء الويك إند، عشان أكون أنا موجود معاه وهو بيشتغل إيدي في إيده في كل تفصيلة داخل البايك. وطبعا ما كانش أسهل حاجة، لأن بضطر أجيله بدري جدا عشان أوازن ما بين بيتي وما بين شغلي طبعا أثناء الأسبوع، وما بين هوايتي اللي أنا بحبها وبعشقها البايكس بتاعت هارلي ديفيدسون يعني. ولكن وصلنا للشكل دوت. حابب أقول لك إن أنا عارف كل تفصيلة في البايك، يعني كل حاجة احنا عملناها من اول التانك للديزاين اللي اتعمل عليه، للكاستم بتاع الاكزوست، الفندرز، التريبل تري، الفورك، الهاندل بار، النقش اللي عليه، الكرومينج، حجم الويل، الاي بي اس اللي ما كانش شغال ولقينا له طريقه عشان يشتغل بيها، السي سي بار، يعني كل الكرسي اللي انا كنت عايزه بشكل معين وعايز اقدر اعمل له باك ريست عشان في وقت الرحلات الطويله يقدر يريحني. يعني تفاصيل كتير جدا اتخذت في الاعتبار واخد وقت. رفع التانك، البراكت اللي انا ركبته عشان ارفع التانك بيه، وقعدنا نعمل ديزاينز وافكار مع بعض، الريلوكيشن براكت اللي اتعمل برضو كاستم ميد، يعني كل حاجه معموله كاستم ميد هنا في فيتنام. ده خلى في علاقه بيني وبين البايك اكتر من البايكس اللي قبل كده، لانه البايكس اللي قبل كده كنت بغير فيها فلور بورد، بغير فيها ويند شيلد، شويه حاجات بسيطه. انما انك انت تبني بايك بهذا الشكل وتغير تماما الشكل اللي كان عليه وتخليه بجد يور اون بايك، اتس ذا نكست ليفل. وانا بقول لاي حد حابب ان هو يجو ثرو الاكسبيرينس دوت ان هو لازم يعملها، لو هو حابب الموضوع ومستعد يحط وقته فيها لازم يعملها. الباشن دوت انا بقول للناس دايما انه لازم تلاقي حاجه تبقى انت مستعد تصحى لها الساعه 5 الصبح في يوم اجازتك اللي انت المفروض تريح فيها عشان تعملها بهذا الحب وبهذا الشغف. لو عرفت تلاقي الحاجه ديت بغض النظر بقى تو ويلز، موتور سايكلز، هارلي ديفيدسون، ايا كان الحاجه ديت، حياتك ديفينتلي هتبقى احسن. ضغوطات الحياه غير طبيعيه، انا بشتغل شغلي فيري ديماندنج، عيلتي فيري ديماندنج، ولكن في نفس الوقت بلاقي عدد الساعات القليل دوت عشان اقدر اعمل الحاجه اللي انا بحبها. واتمنى تكون السيريز دي عجبتكم، واتمنى تكون افيونا او 84 زي ما انا سميتها على سنه ميلادي تكون عجبتكم. افيونا بقى ليها مكان خاص جدا في قلبي وهتفضل معايا، وان شاء الله هوبفلي اقدر اخد البايك ده معايا في كل حته هروح فيها بعد فيتنام.